محافظ الاسكندرية يتابع الآن عملية إصلاح لكسر ماسورة مياه رئيسية بنطاق منطقة محرم بيه التابعة لحي وسط، تحديدا منطقة كوم الدكة. متر مكعب في اليوم، اسف متر 1000 في اليوم، 100000 بمعدل حوالي 6000 متر مكعب في الساعه. طبعا كميه ميه كبيره جدا، كميه كبيره جدا طبعا يعني امل في ربنا خير ان شاء الله. لا ان شاء الله نخلصها باذن الله. طالما حضرتك شايف كده، طالما وصلنا ان احنا جففنا المكان خلاص يبقى اتحلت بالنسبه لنا ان شاء الله. الاصلاح متعودين عليه. اهم حاجه انا يعني يهمني جدا الحق ارجع الميه للناس. انا دلوقتي يعني خلال 3-4 ساعات ان شاء الله ترجع الميه ولا اكتر شويه؟ املي في ربنا ان انا بس اعرف ان شاء الله الماسوره وهعزل المنطقه دي وابدا ارجع الناس لكل المناطق، ما حدش يبقى عندوش ميه باذن الله ان شاء الله. بس اعرف اوصل للماسوره. اللي هي المشكله حضرتك زي ما حضرتك عارف عندنا ماسورتين هنا، واحده 1000 وواحده 900. خليني بس يعني انا كل اللي بيهمني عايزين نطمن اني اطمن الناس. لا يعني اطمئنوا خلال املي في ربنا في خلال ساعه ارجع لهم الميه. تم لو اتاخرت ساعتين. يعني في البدايه خليني في الاول اقول ان احنا عندنا كسر مفاجئ في شارع سليمان يسري في ماسوره مياه قطر 1000 مللي. طبعا قطر كبير جدا، ده اكبر حاجه. فطبعا الكسر عمل اندفاع كميات ميه رهيبه. زي ما يقول احمد جابر رئيس شركه الميه 6000 متر في الساعه في الساعه الواحده، فكميات ميه رهيبه. فاضطرينا نقطع الميه من منطقه الاباري الى منطقه من سيدي جابر فطبعا منطقه كبيره جدا. ولكن احنا ما دام تم تجفيف الميه اللي هنا بدأنا نكشف عن الماسورة. هيتم الإصلاح خلال عدة ساعات، وهيتم إعادة المية أيضا خلال عدة ساعات عشان بس الناس ما نطمنها. طبعا كسر ده مفاجئ بدون سبب. بسأل نتيجة مثلا مرور السيارات الضخمة على في الشارع فتبين لا، بتبقى دي حاجات مفاجأة، بتبقى أمور طبيعية نتيجة مش عاوز أقول تهالك، لأن الماسورة دي من 2006 نتيجة ضغوط معينة فبيؤدي إلى كسر. هيتم الإصلاح فورا إن شاء الله. حضرتك يا فندم وجهت عشان ده شارع حيوي والمرور موجود معانا وكل الجهات موجودة، الناس اللي بتتكلم على السيولة المرورية. خلينا أقول إن كل الجهات التنفيذية، الصرف الصحي، مياه، الحي، المحافظة بكل المسؤولين، كل الجهات التنفيذية موجودة معانا إلى أن يتم الإصلاح خلال ساعات إن شاء الله. نأكد يا فندم إنه كسر مفاجئ عشان الناس ما نزلتش شدة المية بيان. لا مفاجئ، ويعني الأمور دي بتبقى أمور طبيعية غصب عن شركة المية، لكن احنا بنتابعها. الأهم إن احنا يتم الإصلاح في أسرع وقت ممكن. احمد بيه، متوقع الميه عشان الناس بتسال ترجع تاني ان شاء رب العالمين في اقل من ساعتين هنبدا نرجع الميه لمعظم ان شاء الله المناطق اللي هي اتقطعت عنها الميه الفتره اللي فاتت. وان شاء الله الاصلاح نامل في ربنا ما يزيدش عن من 4 إلى 5 ساعات، بحيث يبقى الناس كلها عندها الميه بالكامل في خلال ال5 ساعات ان شاء الله. اذا كما اكد رئيس شركة مياه الاسكندرية، نتيجة هذا الكسر المفاجئ لماسورة مياه رئيسية قطر 1000 متر مكعب ستتسبب في انقطاع المياه بعدد من المناطق، ولكنه أكد أنه يتم العمل الآن على عملية الإصلاح بشكل كبير من أجل عودة المياه مرة أخرى وسط تنسيق كافة الجهات المعنية بما فيها المرور من أجل إعادة الحركة المرورية من جديد.